البت بنتي طلبت مني قرصة اللي هي الدونتس اللي بتتباع في الأفران. راحت تشتري واحدة لقيتها ب10 جنيه. ليه ب10 جنيه وهي مقاديرها بسيطة وسهلة جدا، وبأقل تكلفة هنعملها أحسن من الأفران مليون مرة. بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت هنعمل أحلى قرص دونتس في البيت أحسن من الأفران مليون مرة بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هنعمل أكبر كمية زي ما انتوا شايفين كده بشكل جميل جدا، أولادنا هيحبوها وطريقتها سهلة جدا ومكوناتها موجودة عندنا في كل البيوت بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه دوت. هنخش على مقاديرنا، وقبل ما نخش على مقاديرنا هنسمي ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. معايا كيلو من الدقيق، عليه معلقة سكر، عليه ربع معلقة من البيكنج باودر، معلقة خميرة كبيرة، معلقة لبن بودرة، هنزل عليه برشة ملح وبيضة، وهنقلب المقادير بتاعتنا حلو قوي. هنعجن بمية، وهنزل عليه بمعلقة خل كبيرة علشان تخلي لي هشاشة كده في العجينة وتخليها حلوة معايا. لو متوفر عندك لبن ممكن تعجنيه بلبن، هيبقى طعمه جميل جدا. ولو عجنتيه بمية زي ما انا عجنته كده هيطلع حلو برضو، مش هيقولك لا، وهيبقى طعمه جميل. هنعجن حلو قوي. اهم حاجة العجينة تاخد حقها في العجن زي ما انتوا شايفين كده. هتاخد حوالي 1.5 كوباية من المية. هنعجنها حلو قوي لغاية ما الملمس بتاعها يبقى ناعم معايا وتبقى طرية حلوة كده. هنزل عليهم بمعلقة سمنة بلدي ومعلقة صغيرة من الزبدة علشان تديني قوام حلو زي ما انتوا شايفين كده. شايفين ما شاء الله العجينة حلوة قوي، ملمسها حلو. هنمشي على الخطوات واحدة واحدة هتديك النتيجة الهائلة اللي انتوا شايفينها. هغطيها واسيبها تتخمر. في الجو الحر ده هتاخد لها حوالي نص ساعة. زي ما انتوا شايفين كده اختمرت معايا. هنفش خمورها بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه دوت، واقطعها على جزئين. هقطع جزء واحطه في البولة او الطبق بتاعنا، وهفرد الجزء التاني. هنفردها على شكل دايرة او مستطيل. اهم حاجة ما نتكش ونضغط عليها قوي علشان لما نسيبها تختمر مرة تانية بعد التشكيل ما تغيبش وما تاخدش مننا وقت. بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. معايا غطا او قطاعة اي حاجة متوفرة عندك. هنقطعها بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه دوت دواير كده. ممكن تكبري وتصغري على حسب ما انتي حابة. ده انا عاملاه وسط، كان حلو برضو جميل جدا. معايا قمع من بتاع الحلويات. هنعمل فتحة في النص كده علشان تديني شكل الدونتس. هي الفتحة كبيرة شوية، ممكن تصغره بقمع صغير شوية. وهنحطها في صينية وهنسيبها تختمر بالشكل القمر اللي انتوا هتشوفوها. هنسيبها حوالي ربع ساعة علشان تزيد تاني. عملت شكل اكبر بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت وسبتها تختمر. هتزيد وهتنفخ معانا بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه دوت. معايا معلقتين من الحليب، عليهم معلقة سكر صغيرة بالفرشة، وهندهن الوش كده علشان يدي لون حلو كده وتحميرة حلوة في الفرن. زي ما انتوا شايفين كده الكمية عملت صينيتين حلوين. ليه ب10 جنيه نشتريها من الفرن واحنا بطريقة سهلة وبسيطة هنعمل كمية محترمة هنفرح ولادنا بيها. هتبقى حاجة نظيفة معمولة في البيت بطريقة سهلة وبسيطة. زي ما انتوا شايفين كده معايا شوكولاتة بيضة وشوكولاتة سمرة دارك او اي نوع متوفر عندك في البيت هينفع وهيمشي معاكي بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه دوت. شايفين ما شاء الله جميلة جدا وبألف هنا، وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا. لو اول مرة تتفرجوا عليا انا اسمي ناهد وده مطبخ بيان. ياريت اشتراك ولايك حلو وكومنت حلو كده تشجيعا منكم ليا. هنزين الكمية كلها على حسب ما انتوا عايزين. شايفين ما شاء الله جميلة جدا زي الافران ويمكن احسن وافضل 1000 مرة. بالشكل القمر دوت هنخطط وهنزين كده الاسمر بيه. هنحط عليه شوكولاتة بيضة عشان نديلها شكل حلو كده لاولادنا يفرحوا بيها احسن من الافران مليون مرة. شايفين ما شاء الله على الجمال. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا ونعمل الافضل والاحسن. وعلى البيضة
الشوكولاتة البيضاء اللي احنا عملناها شوكولاتة سمراء، هنزين بالشكل القمر اللي احنا شايفينه دوت. يلا قوموا شجعوا كده واعملوا، واكتبولي في التعليقات عملتوها ازاي، وكانت حلوة ولا عاملة ايه معاكم. شايفين ما شاء الله على الجمال، ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا وتعملوا الافضل والاحسن. عملنا كمية حلوة قوي بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه دوت. ممكن نعينه في الفريزر، نكيسه ونعينه في الفريزر، نطلعه نحطه على الرخامة شوية. الخميرة بتاعته مش كتيرة، مش هيبتول منك او هيبوظ منك، طعمه حلو قوي وبألف هنا. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.